الاهلي مش عارف هيوقف العروض اللي نازله ترف على لعيبته ازاي، لكن في لعيب عنده عروض خاصه جدا لا يمكن انها تترفض ولا يمكن ان النادي الاهلي يقول فيها اي حاجه. مروان عطيه، ومفاجاه كبيره جدا جدا مستنيه الاهلي بعد كاس الافريقيه. استنى لاخر الفيديو عشان تعرفها، ويلا نعرف ايه هي العروض اللي جايه لمروان عطيه وازاي الاهلي هيتصرف فيها. مروان عطيه بعد تألقه خلال المباريات اللي فاتت في كاس افريقيا، سواء من بدايه البطوله لحد ماتش بنين اللي فات اللي قدر فيه انه يصنع اسيست ويسجل هدف بيزود بيهم مكانته وسط افضل لعيبه البطوله، وده شيء مش مجاني. بمعنى هقول لك يا سيدي، اول حاجة ان منتخب مصر في الوقت اللي بكلمك فيه دلوقتي في 3 أو 4 نجوم هم اللي شايلين الدنيا على كتافهم: محمد صلاح، عمر مرموش، مروان عطية، وحمدي فتحي. اي لاعب تاني ممكن تخرجه من الحسبة دي كلها. اللعيبة كلها كويسة كتيم ورك لكن بتفاوت المستويات. مروان عطية مختلف تماما، لاعب بمعنى الكلمة، عارف هو بيعمل ايه، واجباته الدفاعية والهجومية حاجة متوازنة. مروان يمكن يكون الحاجة الوحيدة الخطيرة فيه هي سنه الكبير، يعني ما يتحلوش احتراف اوروبي، لكن على العكس في بعض الانديه الالمانيه وبعض الانديه الفرنسيه اللي استفسرت عنه عن طريق بعض الوكلاء. قصه السن دي ما بقتش عائق، لانه ممكن قدامه بالفورمه دي وبهامش التطور اللي ممكن يحصل له 5 أو 6 سنين قدام، يعني اي فريق هيقدر يستفيد منه ويبيعه كمان. وكمان دلوقتي الانديه الخليجيه بقت شبه الانديه الاوروبيه، مفيش فيهم فرق خالص، سواء من حيث الدفع، سواء من حيث الرواتب، وسواء من حيث المفاوضات والمستوى. يعني احنا بنشوف بعض نجوم منتخبات في اوروبا بينضموا من الانديه السعوديه والانديه الاماراتيه. الموضوع ما بقى صعب زي الاول. المشكله الكبيره في النادي الاهلي مش عايز يضحي بمروان عطيه غير بمبلغ مالي كبير، خصوصا ان عقده مستمر لحد 2029، ودي يمكن تكون من الحاجات اللي مخليه الاهلي قوي في موقفه مع اللاعب، عكس بعض اللعيبه التانيه زي امام عاشور ومصطفى شوبير وكوكا مثلا، اللعيبه اللي من الاخر بتخلص عقودها. الموضوع مركب وصعب، والنادي الاهلي مش عارف لحد دلوقتي هيديره ازاي، لان مروان عطيه كان خد وعد انه لو جاله عرض احتراف تقيل كويس بعد كاس حاجه من الاثنين: يا هيتعدل عقده بقيمه ماليه مناسبه، يا اما هيسيبوه ويمشي. وهو ده البند اللي عامل مشكله بينه وما بين مسؤولين النادي الاهلي، والصدام قريب. انت تفتكر بقى المشكله دي هتتحل ازاي؟ وهل مروان عطيه هيقدر ان هو فعلا يحترف ويكمل في الاحتراف ان حصل؟ قول لنا في التعليقات.